تخيل معايا تكون عايش حياتك عادي، كتفيق كتمشي تقرا كتضحك مع صحابك، وفي ليلة وحدة كل شي تبدل. هادشي اللي وقع لياسين، شاب من درب السلطان، كبر في زنقة معروفة بحركيتها بالناس ديالها وبحكايات كتخلع. نهار خميس صحابو قالوا ليه: اجي معانا، غادي نمشيو عند واحد العرافة في المدينة القديمة، غير باش نضحكو شوية. ضحك وقال: يا الله مالها، لا كانت غير ضحكة. مشاو دخلوا لدار صغيرة ضاوية غير بشمعة وحدة. العرافة كانت لابسة كحل، وجهها ما باينش، وأول ما دخل وقفات وشافت فيه غير هو، وقالت بجملة وحدة: غادي تشوف الموت 3 مرات قبل الفجر. سكات، ضحك، ولكن داخليا قلبه بدا كيدق. خرج من تما وبدات الحكاية. أول مرة شاف الموت كانت مع 11 ديال الليل، كان كيمشي في الزنقة وشاف راجل كبير كيطيح قدامه، كيغوت وكيقول: عاونوني. مشى يجري ليه، ولكن ملي قرب الراجل اختفى بحال ما كانش. تاني مرة كانت في الدار، شاف ختو الصغيرة نازلة من السقف بحال إلا معلقة وعينيها بيضين، كيتقرب منها وهي كتقول بصوت غليظ: واش كنتي باغي تعرف الموت؟ ها هو جا. ثالث مرة وقعات مع 3:30 ديال الصباح، في المراية شاف راسو مقتول، عنقه محلول والدم كيسيل، ولكن في الحقيقة كان باقي واقف. في الفجر طاح في الأرض، صحابو لقاوه في زنقة خاوية كيضحك بحال المجنون. مشاو بيه للمستشفى، ولكن الطبيب قال جملة وحدة: مخو تعرض لصدمة قوية، وبدينا كنشكو في واحد تجربة سرية كدار على بعض الشباب. واش كانت صدفة ولا العرافة كانت جزء من شي حاجة أكبر؟ واش ياسين ضحية جنون ولا ضحية مؤامرة؟ الله أعلم. ولكن من ذات النهار كل شي في درب السلطان ولا كيخاف يقرب من العرافات، خاصة في المدينة القديمة.